يا صباح الخير، تعالوا نعمل احلى بلح شام من غير ما نستخدم ولا بيض ولا زبده ولا سمنه. انا استخدمت كوبايه وربع من دقيق متعدد الاستخدامات، ويا ريت ننخله كويس. حطيت عليه معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره من الكاستر، ورشه من الملح، ورشه من لون الزعفران. والشربات كوبايه ونص من السكر، كوبايه من الميه، معلقه كبيره من عسل الجلوكوز او الابيض. بعد ما يغلوا 7 دقايق احط فانيليا او ماء زهر وهسيبه بقى يبرد تماما. وفوق على نار متوسطه حطيت كوبايه ونص من الميه، معلقتين من السكر، معلقتين من الزيت، معلقه كبيره من الفانيليا. ولما تلاقي الميه خلاص هتغلي هتنزلي عليها بقى بالمكونات الجافه اللي كنا محضرينها. اول ما تنزلي بالدقيقه هتهدي النار جدا، وهتستمري بقى في التقليب لمده 4 دقايق كده لغايه لما العجينه تلم على نفسها وتبقى كتله واحده. واخدها بقى اعجنها كويس جدا على رخامه، ويا ريت تعجنيها وهي لسه سخنه. وهشكل العجينه بالقمع ده، تقدري تستخدمي كيس حلواني او تقدري تشكليها بايديكي زي ما انا بعمل كده. وهشكل الكميه كلها قبل القلي وعلى زيت بقى، ويكون سخن جدا بس على نار متوسطه. واول ما تنزلي ببلح الشام يا ريت بلاش تلمسيه خالص لغايه لما يطفو كده على الوش، وبعدين هتقلبيه باستمرار علشان تاخدي لون موحد، وهتطلعي بيه من الزيت على الشربات البارد على طول. وبس كده.